بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف وأنبل وأرحم وأصدق خلق الله. الجواز مودة ورحمة، مش بيع وشراء، مش استغلال، ما هوش تجارة. أنا دلوقتي عاوزة أجوز بنتي، يبقى أنا اختار لها اختيار بعد قضاء الله وقدره سليم. هي مختارة حد، ناخد وندي في الكلام، ما فيهوش أي مشكلة. الحد ده ممكن يكون بسيط، ما نحملوش اكتر من طاقته، يا اما ما نرضاش بيه. تمام. فاللي شاري حد يبقى بالراحة عليه ويشوف دين ربنا ورسوله قال ايه. فديننا لما انبنى على المودة والرحمة، عشان الانسان بيتعب وبيرهق فيما بعد. فلما يلاقي ليه شريك حياة محترم متدين يتقي الله في شريكه، سواء رجل او ست، الكلام للاتنين، فالرحمة بتبقى هنا حلوة. طيب احنا دلوقتي نرحم بعضنا البعض، بمعنى يعني انا جاي لي دلوقتي عريس، طيب بطلب منه مؤخر ومقدم ووسط وفوق وتحت. اي نعم الحقوق تحفظ، بس زي الشرع ما قال تمهر البنت، يعني بيجي لها مهرة. نظام القايمة والكلام المتبع اليومين دول اللي خلى الناس تزعل من بعضها، وهم مش واخدين بالهم ان العروسة الجميلة اللي راحة فوق البيعة، اللي اتربت 25 سنة في بيت ابوها، واكلة وشاربة ولابسة ومتهنية ومتستتة ومتعززة ومترقية. هي راحة تفتح بيت جديد، تسكن سكن جديد، تروح تبني أسرة جديدة زي الأسرة اللي هي طالعة منها. تمام كده. فيكون عندنا رحمة في التعامل ما بيننا وما بين بعضنا. فالمهر بتاعها زي ما ربنا يأذن لها وتقدير زوجها لها اللي هو الراجل المحترم بالاتفاق، يوم ما تدخل بعد فستان الفرح يتحط المهر بتاعها ومحدش له علاقة بيها، ربنا اللي قال كده. خلاص. فالأمر سهل وبسيط، بلاش نعسرها على بعضنا. دمتم